السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 10 أسباب ننجو بها من مكائد الشيطان. تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم 10 أسباب لو طبقناهم بفضل الله سبحانه وتعالى ننجو بها من كل مكائد الشيطان. تعالوا نعد مع بعض. رقم 1 الاستعانة بالله. أي حاجة في الدنيا عايزين نعملها لازم يكون رقم 1 الاستعانة بالله، فمقاليد الكون كله بيد الله سبحانه وتعالى، ونواصي الخلق أجمعين بيد الله سبحانه وتعالى. بأول حاجة الاستعانة بالله. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فاحنا بنستعين بربنا إن ربنا سبحانه وتعالى يكفينا شر الشياطين سواء كانوا شياطين الإنس أو الجن. رقم 2 الاستعاذة بالله من الشيطان. يبقى الأولى الاستعانة، الثانية الاستعاذة. قال جل وعلا: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. يبقى أنا بستعيذ بالله من همزات الشياطين ومن لمز الشياطين ومن مكائد الشياطين، فالله عز وجل يكفينا شرهم بقدرته سبحانه وتعالى. رقم 3 الانشغال دائما بذكر الله، لأن الشيطان يهرب من ذكر الله، والعبد يكون في حصن حصين إذا كان لسانه يلهج بذكر الله. مين اللي قال كده؟ ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح، قال: وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله تعالى. طول ما احنا بنذكر ربنا فالشيطان بيبتعد عننا بفضل الله سبحانه وتعالى. وبعدين الذكر سبب سعادة القلب في الدنيا والآخرة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تمام كده. رقم 4 الإكثار من مجالسة الصالحين. فمجالس الذكر ومجالس العلم هي مجالس الملائكة، والملائكة تحفنا بأجنحتها إلى السماء الدنيا، فإذا حضرت الملائكة طردت الشياطين بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم 5 حبايبي المداومة على قراءة القرآن. مفيش مسلم ومفيش مسلمة في الدنيا يقدر يعيش في سعادة أو تقدر تعيش في سعادة إلا مع ذكر الله ومع كتاب الله سبحانه وتعالى. فالمداومة على ذكر الله وعلى قراءة القرآن، لأن الشيطان يخنس ويبتعد ويهرب حينما نذكر المولى عز وجل وحينما نقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى. رقم 6 حبايبي المحافظة على أذكار الصباح والمساء. أذكار الصباح وأذكار المساء فيها ثواب عظيم جدا وفيها مغفرة ذنوب، ومن ضمن الأشياء التي نجنيها من وراء أذكار الصباح وأذكار المساء أننا نكون في حفظ الرحمن، وتكون تلك الأذكار حرزا لنا ووقاية لنا من الشيطان. على سبيل المثال إذا قلنا في صباح كل يوم في أذكار الصباح وفي أذكار المساء: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة كتب الله لنا بها 100 حسنة ومحى عنا 100 سيئة. خدوا بالكم بقى. وبعدين: وكان لنا عدل 10 رقاب، كأننا أعتقنا 10 عبيد، وكانت حرزا لنا من الشيطان حتى نمسي. ده لو قلناها الصبحية. طب لو قلناها بقى بعد العصر يعني في المساء، تمام كده، تكون لنا حرزا من الشيطان حتى نصبح. يبقى لو قلناها 100 مرة مع أذكار الصباح و100 مرة مع أذكار المساء تكون حرزا لنا على مدى 24 ساعة بفضل الله سبحانه وتعالى، والحديث رواه البخاري ومسلم. رقم 7 حبايبي ذكر الله عز وجل عند دخول البيت وعند الطعام. ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما رواه الإمام مسلم أن سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل الرجل بيته. كلمة الرجل تشمل الرجل
والمرأة إذا دخل الرجل بيته فذكر الله، خدوا بالكم، عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لأعوانه لا مبيت لكم ولا عشاء. شوفوا لكم بقى لوكاندا تانية، انتوا لا هتاكلوا ولا هتدخلوا، تمام كده. وإذا دخل الرجل بيته فلم يذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لأعوانه أدركتم المبيت والعشاء، عازمكم النهاردة على أحلى فندق 5 ستارز. ليه؟ لأن لم يذكر المولى عز وجل لا عند الدخول ولا عند الطعام. يبقى من السنة إن أنا وأنا داخل البيت، سواء وأنا برن الجرس أو بفتح بالمفتاح أو بطرق على الباب، إن أنا أذكر المولى عز وجل. تمام؟ بسم الله، أذكر المولى عز وجل. إن ذكرت الله عز وجل أو ذكرت الله عز وجل خلاص الشيطان ما يدخلش. فلما يتحط الأكل نقول بسم الله فالشيطان ما ياكلش، يبقى لا ياكل ولا يدخل. يبقى كده بفضل الله ننجو من مكائد الشيطان. يبقى الشيطان لما يكون مش موجود في البيت فالبيت يكون مملوءا بالملائكة بفضل الله. رقم 8 يا حبايبي، قراءة آية الكرسي عند النوم كل ليلة، كما ثبت في الحديث الذي رواه البخاري لما الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم طلب من أبي هريرة أن يحفظ الصدقة، أو يعني الصدقة التي كانت في المخازن. فأبو هريرة كان بيجيله كل يوم الشيطان في صورة رجل يسرق من تلك الصدقة، فأبو هريرة مسكه في اليوم الأولاني والثاني فيقول له أنا فقير وعندي عيال وبي حاجة، اتركني ولن أعود مرة أخرى. فأبو هريرة يتركه، وبعدين لما يروح يصلي الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم النبي يقول له إيه؟ ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ يقول له يا رسول الله زعم أن به حاجة وأنه فقير وعنده عيال فتركته. قال أما إنه سيأتي مرة أخرى. قال فعلمت أنه سيعود لأن النبي قال ذلك صلى الله عليه وسلم. ففي كل مرة كان بيرجع، في المرة الثالثة بقى قال له لا يمكن أسيبك المرة دي. فالشيطان طبعا أبو هريرة ما كانش يعرف أنه هو شيطان. الشيطان قال له ايه؟ قال له طب اتركني وانا هدلك على حاجة تنفعك. قال ما هي؟ قال اذا اويت الى فراشك فاقرأ آية الكرسي، الله لا اله الا هو الحي القيوم. فاذا قرأت آية الكرسي لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فتركه أبو هريرة. فلما ذهب إلى المسجد ليصلي الفجر قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ قال زعم أنني إن قرأت آية الكرسي قبل النوم فإنه لا يزال علي من الله حافظ ولا يقربني شيطان حتى أصبح. فقال له صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب، يعني الأصل أن الشيطان يكذب، لكن المرة دي كان صادق معك. أتدري من يحدثك منذ 3 أيام يا أبا هريرة؟ فقال الله ورسوله أعلم. قال ذاك شيطان. يبقى إذن قراءة آية الكرسي كل ليلة قبل ما ننام لا يزال عليكم من الله حافظ ولا يقربكم شيطان حتى تصبحون. رقم 9 حبايبي، قراءة سورة البقرة في البيت على الأقل كل 3 أيام تقرأ مرة في البيت. قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم لا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. ما شاء الله، الشيطان لما يشوف سورة البقرة بتقرأ في بيت مش بيجري، بيفر. شوف قد ايه، يعني بيهرب بأقصى سرعة بفضل الله سبحانه وتعالى. آخر حاجة ودي رقم 10، تشغيل صوت الأذان في البيت ولو على الهاتف. يعني إن شاء الله حتى يكون مسجل كده مقطع بالأذان، وطبعا في برامج الأذان موجودة على الهواتف، يبقى في برنامج للأذان كده نشغله في البيت كل شوية كده بفضل الله. إن شاء الله حتى كل ساعة كل ساعتين، وقت ما نحس إن في مشكلة في البيت، نحس إن حد غضبان، حد متضايق، حد بيتنرفز على حد، هتبتدي تحصل مشكلة، شغلوا الأذان تنصرف الشياطين بفضل الله فيأتي الهدوء والسكينة على أهل البيت. قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم قال إذا نودي للصلاة، يعني صوت الأذان، أدبر الشيطان جري وله ضرات حتى لا يسمع صوت التأذين فإذا قضي النداء أقبل مرة أخرى. يبقى دول 10 حاجات يا حبايبي و10 أسباب ننجو بها من مكائد الشيطان. أسأل الله عز وجل أن يكفيكم شر شياطين الإنس والجن، وأن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.